السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الجبنة بطريقة حلوة جدا 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 وسهلة، وعلى فكرة واقتصادية جدا جدا. يعني انا كده هوفر خالص. يعني انا كل قطعة ماسكاها دي عاملة ربع كيلو، هعمل حوالي كيلو ونص من الجبنة. البره كيلو بيتباع غالي جدا خالص، كلكم عارفين. يعني اقل كيلو عامل 180 170. بجد هنعمله موفر جدا جدا وحلوة جدا، طعمها زي القشطة، حلوة خالص في السحور في رمضان، خفيفة كده على المعدة. بجد هايلة. ان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم. ويا رب اللي مشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد. انا معايا هنا 3 كيلو من اللبن. اهم حاجه يكون اللبن بخيره، ما يكونش مضاف عليه اي ميه، والمكان ثقه. هدف فيه بس على البوتاجاز، مجرد هدف فيه بس. بعد ما بيدفى بحط عليه 3 معالق من الملح كبار. خلاص. انا كنت حطيت الملح. واحط عليه 3 معالق من الملحفه صغيره، معالق صغيره، 3 معالق على 3 كيلو لبن. دي هتجيبيها من عند بتاع اللبان، المعمل يعني. اللبن هتجيبيها ب10 جنيه بس، مش غاليه. وهتدوبيهم كويس جدا جدا، بحيث يكون الملح والملحفه دي دابوا كويس خالص في اللبن. يبقى انا بس بدفي اللبن مش بغليه، بدفيه. يعني تحط صباعك كده تستحملي السخونه بتاعته. تمام. وبعد ما بدوبه تماما كده بحطه في مكان محركش خالص، المكان اللي فيه اللبن محركش الحله خالص. بغطيها اقل حاجه 6 ساعات. يعني ممكن تعملها من بالليل تاني يوم الصبح تشوفيها. انا دلوقتي غطيتها وحطيتها 6 ساعات، وبعد ال6 ساعات بتطلع معايا بالمنظر ده. خلاص ماسكه روحها اهي، بقت قطعه واحده. خلاص انا ببقى مجهزه مصفى وتحتيها حله والشاشه، بس ده كل اللي محتاجه. خلاص. وبعد كده بقطع الجبنه دي. خلاص بقطعها كده مربعات صغيره خالص، لان هي بعد كده هحطها في المصفى تتصفى من الميه اللي فيها. وعلى فكره اللي بينزل منها ده انا بعجن بيه اي معجنات، بجد بيخلي لك المعجنات تحفه جدا جدا جدا. وبشيل منها بحط فيها الجبنه، يعتبر ملاح للجبنه نفسه. يعني انا بستفاد بيها برضو مش برميه. خلاص انا بقطعها كده مكعبات صغيره. وبعد كده ببقى حاطه الشاشه وبحطهم في الشاشه زي ما انت شايفه كده. وبطبق الشاشه، بلمها. وتحتيها مصفى، وتحت المصفى حله، بحيث اللي ينزل منها ينزل في الحله. لان انا هستخدمه في معجنات، وهاخد منه واحط فيه الجبنه كالملاح بتاعه يعني. وبعد كده هجيب اي حاجه تقيله عندي، سواء حله مليانه ميه او رز او اي حاجه. هتحطيه كده في صينيه وتضغطي عليها. اهم حاجه تكون حاجه تقيله تضغط على الجبنه بحيث تنزل كل السائل اللي فيها. كل شويه هتبصي عليها، يعني كل ساعه كده تبصي عليها وتضغطي وتشوفيها فيها ميه ولا لا. تمام. انا هنا دي الميه اللي نزلت منها، ده انا بعجن بيه، بيبقى في المعجنات حلو جدا جدا. خلاص كل شويه بتبص عليها كده وتضغطي وتحطي الحاجه تاني عليها لغايه ما تبقى خلاص تماما. يعني ما بقاش فيها ميه، خلاص بقت كتله واحده كده زي ما انت شايفه. ما خلاص بدوس عليها ما بلاقيش ميه. خلاص هي في نفس اليوم اللي انت بتصفي فيها الجبنه بتبقى خلاص ظبطت معاكي تاني يوم على طول. تمام. وبعد كده بتطلعيها وتقطعيها مكعبات. بجد طعمها حلو جدا جدا بجد، والله زي القشطه. يعني لو دقت طعمها مش هتبطلي تعمليها. اهم حاجه يكون اللبن من مكان موثوق فيه مش مغشوش. انا بقطعها مكعبات. انا عملت معايا 3 كيلو لبن، عمل معايا كيلو ونص جبنه. يعني كل قطعه من دول بجد عامله ربع كيلو. وكيلو دلوقتي غالي، يعني هتحسبيها هتلاقي احنا موفرين جدا جدا. كفايه ان الطعم زي القشطه واحسن من بره. ومش مالحه، بتظبطي الملح على حسب ما انت عايزه تقللي الملح عن كده وتحطي معلقه صغيره بدل معلقه كبيره، براحتك عادي. تمام. انا هنا قطعتهم وهجيب الملاح اللي هو كان نازل من الجبنه وهحطهم فيها. وممكن تحطي معاها شطه. تمام. وبتسيبيها في الملاح وبتبدأي بعد كده تاكلي منها عادي. حلوة جدا جدا في السحور بجد، في رمضان خفيفة على المعدة. بجد تحفة. طعمها زي القشطة بجد، والله هتجربيها مش بطلة تعمليها. حلوة جدا جدا. انا هنا جبت علبة بلاستيك او طبق بلاستيك، هتحطي فيه الملاح زي كده وتحطي فيه الجبنة وتاكلي منها في اي وقت انت عايزاه. بجد حلوة جدا جدا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش الاشتراك ولايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.